قناة نور الحسن الموسوي تقدم 4 شباب عراقيين تم اختطافهم في إيران، فما قصتهم؟ قبل حوالي أسبوعين قام 4 شباب عراقيين من محافظة البصرة وواسط بالعبور إلى إيران عبر أربيل لغرض السياحة، فتم اختطافهم من قبل عصابة إيرانية بينهم عرب. اتصلوا بأهالي الشباب العراقيين وطلبوا منهم فدية لا تقل عن $7,000 لكل فرد مخطوف. قامت بعض الأهالي بإرسال الفدية، لكن لم تقم العصابة بإخلاء سبيلهم، بل على العكس، قاموا بإرسال مقاطع فيديو إلى أهاليهم، وفيها يظهرون الشباب وهم يتعرضون للتعذيب الشديد وربطهم بالسلاسل الحديدية. لا تقتله لا تضربه. ستة وخمس. مع صمت تام للحكومة العراقية. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.